ووزير الخارجية نبيل عمار في جريدة الشروق خرج عن المألوف، عنده نهارين تويكا تم تمريره، لأول مرة حكى بطريقة فيها برشا تصعيد تجاه الاتحاد الأوروبي، وأكد أنه 60 مليون يورو اللي حولها الاتحاد لتونس مؤخرا لدعم الميزانية تم إرجاعها، واتهمهم بمحاولة مغالطة الرأي العام في الملف هذا، وحذرهم مما اعتبروا مواصلة التمويه ونشر الوثائق السرية، وقال إذا عدتم عدنا وسنكشف عديد الحقائق اللي مش من مصلحة الاتحاد الأوروبي، واحنا في تونس عشنا تحت الاستعمار ونقدر معنا الحرية والتحرر والكرامة، وما نستجديو في حتى حد، والعالم ما يقتصرش على أي شريك، ونحن لم نشعل الحروب ولم نورط الإنسانية في حروب عالمية مثل ما فعلتم. هذا كلام وزير الخارجية اللي قال زاد تونس لا تأتمر بأمر أي جهة، واللي يظن أنه قادر على مغالبتنا والهيمنة علينا نقول له راك واهم، وتونس منفتحة على كل العلاقات في العالم. نسمع آخر تصريح قام به وزير الخارجية حول علاقة تونس بالاتحاد الأوروبي وقت زار روسيا آخر شهر أوت اللي فات. احنا في بداية التطبيق، احنا اللي لاحظناه وقت تم الاتفاق هذا 16 جويلية انه فما، وهذا اللي طلبناه من الاوروبيين، يكون فما مناخ جديد ايجابي بناء ويتغير على اللي عرفناه من قبل. يعني الشركاء هما يلزم تكون يلقاو مصلحتهم الاثنين، مش شريك واحد على حساب شريك ثاني. واللي ريناه انه المسؤولين الاوروبيين اللي جاوا اللي هما حرصوا على هذا الاتفاق، هما اللي حرصوا عليه، على الاقل قالوا اللي هما مقتنعين اللي لازم تغيير في هذه النظره، ومن شان يكون شراكه حقيقه في مصلحه الطرفين. باش نشوف في يعني الفتره الجايه هذه كيفاش باش نبداو نعملوا تجسيد هذا الاتفاق. ما فيش ضغوط، احنا ما نقبلش الضغوط، وما احناش في موقع باش ننساق وراء الضغوط. يكفي ان نشاهد تصريحات رئيس الدوله المتتاليه، ما فيه بلد تحت ضغط ايا كان. كل طرف باش يحاول يخدم مصلحته اكيد، ولكن احنا في الفتره هذه وفاه هذا احنا فيه لغه جديده، احنا مصالحنا الداخليه ما نقبل حتى حد باش يتدخل فيها، كيف ما احنا توانسه وتونس عمرها ما تدخلت تاريخيا في مصالح اي بلد. شاكر. هنا نذكروا انه الخلاف بين الاتحاد الاوروبي وتونس بدا بعد نفي وزاره الخارجيه تحصلها على 60 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي لدعم الميزانيه التونسيه. في المقابل مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون التوسع والجوار اكد انه تونس هي طلبت الفلوس لدعم الميزانيه، وقال اذا تونس تراجعت على الطلب بامكانها اعاده التحويل لميزانيه الاتحاد الاوروبي، وبالفعل هذاك اللي حصل نهار الاثنين اللي فات. تونس رجعت 60 مليون يورو. الواضح انه تونس في الوقت الحالي ماهيش معامله على اوروبا لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية. في نفس السياق البارح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا بصندوق النقد الدولي أكد أنه الصندوق ما تلقاش اقتراحات جديدة من تونس بخصوص بنود برنامج القرض اللي تقدمت به بقيمة 1.9 مليار دولار، ومرة أخرى حكى على ضرورة إلغاء الدعم، وهي النقطة اللي رفضها رئيس الجمهورية قيس سعيد، ونذكروا بموقفه في الموضوع هذا. بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، الإملاءات التي تأتي من الخارج ولا تؤدي إلى مزيد التفقير مرفوض. البديل لازمنا نعمله على الرواح، البديل لازمنا نعمله على الرواح، أما مش كل بالتجربة بالدراسات المقارنة تنحي الدعم. صحيح الدعم يستفيد منه عدد آخر من الغير المستحقين، لكن نلقاو وسائل أخرى حتى يمشي إلى مستحقيه. تعرفوا 3 جانفي 84 ورفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، ومئات المئات من الشهداء الذين سقطوا في أواخر ديسمبر، وبلغت المواجهات ذروتها في 3 جانفي 84. صحيح مش مواجهة كمارس، وهم صندوق التعويض موجود تعمل في السنوات 40 في تونس، وكان ثم تصور آخر مختلف، تصور يقوم على وضع أداءات على الأشخاص الذين لا يستحقون الدعم، مثلا بالنسبة للمرتبات أو بالنسبة إلى السكر المدعوم من أجل المواطنين الذين لا يستطيعون، لكن من يدفع في الأخير من هو القادر على الدفع حتى يغذي هذا الصندوق. لابد من إيجاد تصورات أخرى، ولكن السلم الأهلية ليست باللعب أو بالأمر الهين. أما تسمع الكلام ما نسمعش الكلام، نسمع كلام كان سبحانه وتعالى وصوت الشعب.
شاكر. هو اليوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي زاد أصدرت بيان وضحت فيه مسألة ما يتم تداوله على أنه تونس متوجهة لرفع الدعم، ووضحت أنه هي منسجمة مع رؤية رئيس الجمهورية وما فماش رفع الدعم، لكن ثم توجيه ربما الدعم، وهذا يمكن نشوفوه في ميزانية الدولة اللي على الأبواب، وكان رئيس الجمهورية استقبل وزيرة المالية في الإطار. لكن سابقة بسام كونه تونس ترجع فلوس للاتحاد الأوروبي توصل العلاقات ربما من خلال التصريحات، وما عادش نحكيو على اتفاقية ذولي بين تونس والاتحاد الأوروبي، ذولي انتهى الحديث على هذه الاتفاقية. اليوم حوار وزير الخارجية الحقيقة يبين أنه تقريبا حصلت القطيعة ما بين تونس وصندوق النقد الدولي، ويمكن القول بأنه اتفاق القرار ذا في طي النسيان، نظرا لكون أنه ظاهر اليوم المسألة ما عادش تقنية، ما عادش تتعلق فقط برفع الدعم أو بالتفويض في مؤسسات عمومية. اليوم خطاب وكلام وزير الخارجية يبين أنه فما معركة سيادة، فما دفاع عن السيادة، عن استقلالية القرار. اليوم واضح أنه صندوق النقد الدولي قاعد يمارس في ضغوطات كبيرة على السلطات التونسية، ونتصور الضغوطات هذه ما تتعلقش فقط برفع الدعم، نتصور مرتبطة كثيرا بالخيارات السياسية وخاصة بالسياسة الخارجية التونسية. أنا ما نستغربش أنه ملف التطبيع وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتأكيد قيس سعيد على المسألة هذه عنده إسهام كبير في ربما تعطيل حصول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. والكلام هذا قاله حتى وزير الخارجية، قال لك فما نفس سياسي في القطيعة ما بين تونس وصندوق النقد الدولي. النفس السياسي ما نعتقد يتعلق معناه صندوق النقد الدولي اليوم متحير على الحريات في تونس وإلا متحير على عبير موسي أو نجيب الشابي، وإنما ربما النفس السياسي يتعلق بمسألة إقليمية بموقع تونس الجديد في العالم، خاصة اقتراب تونس من الحلف الجديد، يعني الحلف الروسي الصيني. كذلك نعتقد أنه كلام تونس ورئيس الجمهورية وزير الخارجية ربما يوحي بأنه هناك ربما اعتمادات مالية أخرى يعولوا عليها. ربما هذا هو السؤال معناتها اليوم. أنت اليوم هل عندك بدائل خليل حتى توجه كلام للاتحاد الأوروبي بهذه الحدة وبهذا التصعيد؟ شوف باش نكونوا واضحين مع بعضنا ودقيقين مع أرواحنا ومع السادة المستمعين، البدائل لحد الآن هي مجرد تصورات. شو معناه؟ تصورات أني وقت اللي السوق هذه تتسكر نتوجه للسوق الفلانية، وقت اللي الإطار هذا يتسكر نمشي لإطار آخر ربما منافس ليه في العالم، ونعرفوا مفاوضاتنا أو أصبحنا شبه محاورين في البريكس وغيره معناتها ثم، ولكن هذا مش حاضر. رغم هذا هل هذا باش كيفاش عندك 13 مليار دينار عجز ميزان تجاري؟ نعرف هذا 15,000 مليار. لا هذا كله موجود، 15 مليار هو موجود في ذهن الحكومة التونسية قبل ما يكون موجود في أذهاننا. لكن هذا حسب السياسة التونسية اللي نشوفوا فيها ماهوش مش يقودنا في نهاية الأمر إلى القبول بالكفاف أو بما سماه السيد رئيس الجمهورية بالصدقة أو المنة، باش يقودنا لأن باش نحاولوا ندخلوا في تضحيات التعويل على الذات مع البحث على موارد في إطار المجموعة العربية أو غيرها. هذا واضح. ولكن اليوم اللي نأكدوا شاكر تسأل سؤال مهم جدا، هل يمكن الحديث عن انتهاء وثيقة التفاهم الأوروبية؟ أعتقد أنه ما زال مبكرا الحديث عن ذلك، لكن لو عادت وثيقة التفاهم الأوروبية وتجسدت ستتجسد تخص الهجرة أي لا الاتفاقية الكل لو عادت ستتجسد كاتفاقية وليس كعنصر الهجرة فقط، وليس كعنصر الدعم المالي أو تفصيلة الدعم المالي فقط، لأنه حكاية ترجيع الفلوس كانت رمزية، ما كانتش إعلان قطيعة بل هي إعلان إعادة تعريف وتصحيح العلاقات. 60 مليون يورو اللي جاوا بأثر رجعي يعود إلى سنة 2021 بعنوان مقاومة الكورونا. لكن التزمين يا بسام سامحني، الزمن اللي اختاروه باش يصبوهم والطريقة اللي قالوها توحي أساسا، وهو حكى عليه في الحوار اللي كان حوار ممتع وشيق، توحي اساسا بانه الفلوس 60 مليار 60 مليون اورو هذم تصبوا في اطار تطبيق الاتفاق، حرس الحدود المنضبط اللي اعطيناه شويه فلوس وتنسامحوه فيما بعد. هم تقريبا يتعلقوا بدعم من ازمه كورونا. انا اليوم انا بعد ما قريته الكل انغروسو مودو حوار وزير الخارجيه التونسي راهو تاشير دخول مرحله جديده الشاكر، بمعنى انه تقريبا بدات بلور في الاذهان انه 25 جويلية لم يكن مجرد توزيعيه جديده للسلطه في تونس او النظام في تونس بقدر ما هو كان على البدائل يا خليل الواقعيه. عندك عجز ميزانيه، عندك عجز ميزان تجاري، ارقام هذه تحكي الارقام تحكي، لازم نجاوبوا بالارقام. نحن يا حبذا لو كان النجم نوفروا ارقام باش نتوصلوا لها. حبيت نقول لك في اطار
سلطة أو نظام عنده تصور جديد للعالم، تصور جديد وينه للعلاقات، التصور؟ عنا سنوات تصور جديد نحكي للمحاور. التصور هذا تقريبا خرج من لسان السيد وزير الخارجية في حوار جريدة الشروق عندما قال عندما تنتهي العلاقات مع هذا سنجد ذاك، بمعنى لستم الوحيدين، وقال افهموا تاريخكم، شوفوا شو عملتوا في اوروبا، شوفوا شو عملتوا في الوطن العربي. هذا كله كلام سياسه، سياسه، ما متعلقش بالانتهاء يا خليل. هذا اسمع، هذا كلام سياسه وكلام ما ينجم ما نعرفش هل هو موجه للداخل للتونسي او للخارج. لا حتى قطع العلاقه خليل ايجاد بدائل اقتصاديه يتطلب وقت. راهو يا حبذا لو كان نلقاو شكون يعطينا 13,000 مليار دينار من غير ما نعاودوا على صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي. لكن اليوم هل فعلا عندك بدائل باش تسد العجز في الميزانيه ولا لا؟ انا نتصور بالحق، نتصور انه فما تمويلات قاعده تتلقى فيها تونس، ربما التمويلات هذه ربما غير معلنه، صحيح فما نوايا استثمار قاعده تحصل، اما زاد يلزم نكون واقعيين اكثر، خاصه الاقتصاد لا يبدع الاقتصاد خليل، الاقتصاد لا يبدع على الامنيات يا خليل. لا ما يتبناش على الامنيات، والعجز لا يسد بالنوايا، يتبنى على التجاوز ويتبنى على الاراده ويتبنى على التجاوز. باش نعطيكم حاجه اخرى، ما هو اقوى بياسر، المؤشر الاقوى بياسر من حوار وزير الخارجيه اللي هو التجاوزي وقليل من نوعه، هو بياننا اللي عملناه على طوفان الاقصى. هكوما الاثنين تعرف يلزم واقعيا تحضر روحك انه بعد البيان، بعد هذا الحوار وقبله هو بعد البيان التاريخي نتاع طوفان الاقصى، فان تونس آليا ستمر الى مرحله الحصار المالي والاقتصادي من طرف الدول قبل ما نتعداو الحصار. نحن في وضع اقتصادي صعيب، احنا في وقت استناني خلينا من السياسه اكثر من الصعيب. هزيت الثنيه للسياسه يا خليل. واش قلت ما لا هو صحيح، هو قبل هذا اعطيني تو حاليا مربوطه ببعضها. حبوا قالوا نعطيكم فلوس اما ذلوا رواحكم وادخلوا في صراع اجتماعي، قلنا لا. الاخرين قالوا نعطيكم فلوس عسوا على الحدود، قلنا لا، يا ناخذوا الفلوس ومعهم الاتفاقات الاقتصاديه والتجاريه والاجتماعيه يا ما ناخذوا. هل هذه كارته تاع تفاوض؟ ما هيش كارته بتاع نجم نخرج من تفاوض ندخل في تفاوض. وهذا قلت لك، وينجم العالم هذا بحلوباته وبدنيته يتيح لنا فرص اخرى في اسواق اخرى، وماناش باش نموتوا خاطر احنا ما خديناش فلوس من عند اوروبا والصندوق النقد الدولي، وثم دول صارت لها اكثر منا، وثم دول افريقيه خرجت من اتموسفير كامل من فرنسا ودخلت في اتموسفير اخر، وكل معناتها كل الامكانيات موجوده. هو الحوار ما يدلش على انه تونس بدات في قطع العلاقه مع الاتحاد الاوروبي ولا مع صندوق النقد، ولا اتصور. اما اليوم وزير الخارجيه يحب يبين انه المفاوضات لازم تولي الند للند، مش انت مش انت تفرض عليا، مش انت تقول لي طبق الاجراءات هذه. اليوم ما نجموش نحكيو على بدائل اقتصاديه، خلينا نكون واضحين وصارحين. راهو الصين او روسيا او الحلف نتاع البريكس مش يقدم لك فيسع مساعدات ماليه ومش يحل لك وعلاش يقدم لك فيها؟ ما نجمش يقدم لك وباي مقابل يقدم لك قوه اقتصاديه كبيره. اما اليوم بالحق واضح سياسه الدوله تحب تتفاوض الند للند، يلزمها تكون حذرة في المفاوضات نتاع الند للند هذه بصراحة، لأنه لو عندما تفاوض الند للند لازمك تكون أنت زاد عندك برنامجك. وإذا كان نحكيو في ملف الهجرة إذا كان أنت اليوم ما عندكش، ما كان نحكيو على مقترح رئيس الجمهورية في عقد قمة تكون فيها كل الدول مشاركة في إعداد تصور، لكن هذا كله ما صارش. صارت القمة في روما، عندنا تصور متبلور وصحب البساط من تونس، عندنا تصور متبلور وكنا مؤسسين في ذلك التصور، وعندنا تصور واضح لمسألة الهجرة غير النظامية ماهوش موجود عند برشا بلدان. عندنا جزئين في التصور هذاك. الجزء الآني قلنا مادام الأسرة الدولية عندها مبادئ وقوانين، فنحن سنطبق ما يخص محاربة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، بمعنى ماناش باش نقاوموا الحارق المسكين، باش نقاوموا الحراق اللي يقوم بفعل الحرقة واللي ياخذ عليه فلوس واللي يصنع السفينة نتاع الموت وغيره. هذا قلناه وكتبناه في الاتفاقية وصححنا عليه. ما صححناش على حاجة أخرى، لا صححنا على إقامات مؤقتة، لا صححنا على توطين مؤقت، ولا صححنا على أرض العبور، ولا صححنا فتحنا حدودنا لبرشا مهاجرين غير نظامي قليل. هما هذا اللي صار. خليل كروش لتونس لعبت ورقة الهجرة. الفكرة نوصلها هكا ما نسمعوش هكا ما نسمعوش بعضنا. هذا هو اللي صار. أنا لا جيت نكمل الفكرة أنت وتناقش معي. خلينا نكمل. هو شنو اللي صار بعد ما خذينا احنا الموقف الصحيح هذا والمنظم هذا والمنهجي هذا؟ الأوروب شارت باللي هي ما نجمتش تعديها علينا، بمعنى أنه الوثيقة الكبيرة هذيك قلنا لها يا ناخذوها أون غروسو مودو تعاون اقتصادي شراكة ندية يا أخي، ولا فوقتها ولاو
يكبسوا في حكايه هو ما ننكروش لتونس فشلت في ملف الهجره بفتح حدودها لالاف المهاجرين قرابه 700,000 ولا اكثر من 700,000 مهاجر، وبعد ما عادش لاقي الحل. باش تتصرف معاه؟ ما تنجمش تعمل ترحيل قسري لانه الحقوق صحيح. الكونيه والانسانيه تمنع هذا. وزاد ما ننكروش لتونس لعبت بملف الهجره كورقه للضغط على الاتحاد الاوروبي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي. هذا نجح فيها نسبيا يعني ورقه الضغط، ولا دول الاتحاد الاوروبي يجريوا ورانا ويحبوا يفاوضوا. اما للاسف فشلنا اليوم. شنو مش تعمل مع المهاجرين الموجودين في تونس؟ شنو الحل مش تلقاه في ظل استمرار الاتحاد الاوروبي في استعمال هذا الملف كملف تجاري، وكهو يجي نعطيك الفلوس وخليه معنا. نحن نشكركم برشا. بس محمد يعطيك الصحه، سي خليل يعطيك الصحه. مواصلين نحن موزايك بلوس بعد الاخبار.